الحكمة الحقيقية هي معرفة أنك لا تعرف شيئا. الجمال يكمن في الداخل ويتجلى في الخارج. الموسيقى هي تعبير الروح في الأصوات الجميلة. العقل هو الملك والشغل الجيد هو عبده. الحب هو انفتاح القلب وتواصل الأرواح. العدل هو أساس المجتمع السليم. العمل الجد هو مفتاح النجاح والتحقيق الشخصي. التعليم هو توجيه الشباب في طريق الحقيقة والفضيلة. الحكمة تتطلب تركيزا وصبرا وممارسة مستمرة. الأصدقاء الحقيقيون هم كنوز الحياة. المعرفة هي السلاح الأقوى في مواجهة التحديات. الحياة ليست مجرد تنفس ولكنها استنارة. النجاح هو النتيجة الطبيعية للتفوق والاجتهاد. الشجاعة هي القدرة على التحدث بصراحة ومواجهة المخاطر. الصداقة هي عقدة لا تنكسر في وجه الصعاب. الجمال هو نظام الأشياء العظيمة والصالحة. العقل الصحيح هو قاض عادل للمشاعر والرغبات. السعادة هي تحقيق الهدف والارتقاء الروحي. الإبداع هو قوة إحداث التغيير والتحسين في العالم. القانون هو أساس العدل والنظام في المجتمع. الفلسفة هي البحث عن المعرفة والحقيقة الأبدية. العقل الواعي هو الحاكم الأعلى للإنسان. القلب الحكيم يستمع إلى العقل ويرشد الرغبات. الأفكار هي قوة تشكل واقعنا وتوجه أفعالنا. العقل الجيد يسعى للمعرفة والحقيقة والفضيلة. الأخلاق هي قاعدة سلوكنا ومبدأ تعاملنا مع الآخرين. التعلم هو الرحلة المستمرة نحو النمو والتطور. العدل يحقق التوازن والاستقرار في المجتمع. العمل الجماعي يحقق النجاح والتقدم. الحقيقة لا تغيرها الآراء والمعتقدات الشخصية. السلام هو هدفنا الأسمى ورسالتنا الدائمة. الحب والإيمان يمنحان الحياة معنى وجمالا. العمل الجماعي يحقق الإنجازات العظيمة. العدل هو قوة التوازن والتسامح في المجتمع. العقل المثقف هو القائد الحكيم والمرشد الصادق. الحكمة هي معرفة أننا لا نعرف كل شيء. الأرواح العظيمة تجتاز السعادة بثبات وتصميم. القوة الحقيقية تنبع من القلب الصادق والعقل الواعي. الحياة الصالحة تكمن في الحكمة والفضيلة. الإلهام ينبع من الروح الإبداعية والشغف. العقل المفتوح يستقبل الحقيقة وينمو ويتطور. العقل الحر هو الثروة الحقيقية للإنسان. الحكمة هي البوصلة التي توجهنا في رحلة الحياة. العدل ينشر النور والسلام في العالم. الحب هو أعظم القوى التحفيزية للعمل والتغيير. السعادة هي الهدف الأعلى للإنسانية. العلم يفتح أبواب المعرفة والتطور الشخصي. النجاح يأتي لأولئك الذين يعملون بجد واستمرارية. الحقيقة ليست دائما سهلة، ولكنها تستحق السعي. القوة الحقيقية تكمن في السيطرة على الذات.